هذا البرنامج برعاية اهلا وسهلا فيكم بالموسم الثامن من المسابقه الرمضانيه سينجيم، المسابقه الاولى من نوعها باوروبا. موسمنا هالسنه حيكون نار، واللي حيربحوا معنا كتار. نحن متواجدين اليوم بشوارع برلين لحتى نسال اكبر عدد ممكن من الناس، وان شاء الله الجميع بيربح معنا. بدايه الحلقه بحب اتشكر رعاة البرنامج، مطعم الدمشقي، سوبر ماركت وملحمه الرضا، استديو سينالوك، مؤسسه الامير الموسيقيه الفلكلوريه، والدكتور مهند ابو نبوت صاحب عياده طب الاسنان. وهلا خليكم معنا وان شاء الله اكبر عدد بيربح. كل عام وانت بخير. والله كل سنة وانت طيب يا حبيبي. حضرتك أنا مسعود علي محمد، معلوماتك كويسة. مرحبا. ومعلوماتك كل عام وانت قصدي في الحياة. انت عم تحكي عن الصح، بدنا نعمل معك مقابله. هيش نعم. يلا. كل عام وانت بخير. وانت بخير اخوي. عرفنا عن حضرتك. محمد من ليبيا. من ليبيا، اهلا وسهلا فيك. وزير ورا. اعطيك سؤال سهل. اعطينا سهل عادي. صايم؟ الحمد لله. كيف اجواء رمضان؟ هون برلين. والله يا رمضان غربة يعني شنو؟ صحيح، ايه. يا رب. هعطيك سؤال يعني هو مثل. السؤال بيقول اكمل المثل التالي: دوام الحال من محال. حسيت. متاكد؟ ايه. حسيت. وين سامعه؟ ليبيا عندكم هيك مثل؟ لا والله. لكن بتحضر مسلسلات سوريه. عمان صح؟ دراما مصرية شوية. مع باب الحارة وصالحية. متاكد من الاجابه؟ اسمع في حياتي الحق. متاكد من الاجابه؟ إجابة صحيحة، ألف مبروك، تربح معنا هدية تقدمة مطعم الدمشقي، وجبة إفطار لشخصين. شكرا مطعم الدمشقي على تقديم جوائز مسابقة سينجيم. يعطيك العافية. حضرتك أيمن من وين سيد أيمن؟ من مصر. أهلا وسهلا فيك. أتسألك بألمانيا 3 سنوات. 3 سنوات. كيف أجواء رمضان ببرلين؟ الحمد لله بخير والله. طيب نحن مسابقة سينجيم الموسم الثامن، حنسألك سؤال، بعرف الإفطار بده ربع ساعة وإن شاء الله بتربح معنا. جاهز؟ الله كريم. طيب. السؤال بيقول: ما هو أول طعام أهل الجنة؟ طعام أهل الجنة. أعطيك 3 خيارات: هل هو العسل، كبد الحوت، اللبن؟ يعني نحن الناس بيعرفونا ما بنعطي خيارات، ولكن هنسهل. خلاص الأستاذ الجواب الثاني أنا ما أعرف يعني. هو ساعدك، بتحب تاخذ بإجابته أو لا؟ أنا أحب هو ياخذ الجائزة لو الإجابة صحيحة. متجوز ولا لا؟ لا لسه. ناوي تتجوز؟ إن شاء الله. طيب متأكد على الإجابة؟ خلاص الإجابة أكيد كبد الحوت إجابة صحيحة، ألف مبروك، تربح معنا جوتشاين بقيمة 50 يورو مقدم من استديو سينالوك. لما بدك تتجوز حتروح عند سينالوك وهاي الجوتشاين موجودة معك. حابب هو اللي ياخذ الجائزة. هو صار رايح. شكرا سينالوك على تقديم الجوائز. هاي الجائزة إن شاء الله عشان نشجعك على الزواج. تمام؟ شكرا لك. كيفك؟ العام بخير؟ انت بألف خير. شايفك عم تركض. والله معزوم عند الشباب اصحابي لي. من وين حضرتك؟ من خليل فلسطين. اهلا وسهلا فيك. كيف الصيام ببرلين؟ والله الحمد لله مش حاسين فيه يعني. السؤال بيقول: كم تعادل الصلاة في المسجد الحرام؟ المسجد الحرام 1000 صلاة. بدي أعطيك خيارات: 1000 صلاة، 500 ألف صلاة، 100 ألف صلاة. 1000 صلاة. قلت إجابتين، اختار واحدة. من 1000 صلاة اللي حكيتها أول 100,000 صلاة. متأكد؟ إن شاء الله. جواب نهائي؟ إن شاء الله. إجابة صحيحة، ألف مبروك، تربح معنا جائزة مقدمة من مطعم الدمشقي، وجبة إفطار لشخصين. كل عام وأنت بخير. شكرا لك، يعطيك العافية. سلام. شلونك اخي؟ الله يخليك. من وين حضرتك؟ من الجزائر. من الجزائر، أهلا وسهلا فيك. أنا من فلسطين. حبيب قلبي دمنا فلسطين جزائر. دمنا الجزائر كمان. بنحب فلسطين كثير. الله يخليك يا رب. آخر بعد ربع ساعة للأذان. متأخر ايه. أقل. لا بس كن هون. عشان ما نأخرك، نحن مسابقة سينجيم، حنسألك سؤال وإن شاء الله بتربح معنا. جاهز؟ هلا جاهز. السؤال بيقول: تحتاج 5 آلات إلى 5 دقائق لصنع 5 ألعاب. تحتاج 5 آلات، تمام، ل5
دقائق لصنع 5 ألعاب. كم تحتاج من الوقت 100 آلة لصنع 100 لعبة؟ سؤال سهل. عندي 5 آلات، تحتاج 5 دقائق لتصنع 5 آلات ألعاب. 100 آلة، كم تحتاج من الوقت لتصنع 100 لعبة؟ 20 دقيقة. لا استنى. 100 دقيقة. أغير لك السؤال؟ غيرنا السؤال. غيره، أنا بدي أربحه. يعني من الجزائر ما لازم يخسر معنا. قلبي والله. طيب، كم 9 يوجد بين 1 و100؟ كم رقم يعني 9 بيوجد بين 1 لل100؟ كم الرقم؟ 9. يعني رقم 9 ده بيتكرر. من 1 ل 100 صحيح. يتقرر 9 مرات. 10 مرات. 7 9 19 29 39 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99. وين ال 90؟ انت قلت لي كمل 9 ما قلتليش كمل اسمه. اعطيني اجابه، انت حسبت نص الاجابه قد ايه؟ الإجابة 20. متاكد؟ ايوه ترجع تعيد حساباتك والله خلاص. ما نعيد حساباتي. طيب، اجابه صحيحه، الف مبروك، تربح معنا جائزه تقدم الدكتور مهند ابو نبوت طبيب اسنان. كل عام وانت بخير، شكرا لك على المشاركه. سؤال: من هو النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي؟ هعطيك خيارات. هل هو سيدنا يوسف؟ هل هو سيدنا ابراهيم؟ هل هو موسى عليه السلام؟ عيد بالله السؤال. نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، من هو؟ نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. سيدنا يوسف. متأكد؟ متأكد. سيدنا يوسف. طيب شو اسم ابوه لسيدنا يوسف؟ سيدنا يعقوب. إجابة صحيحة، ألف مبروك، تربح معنا جائزة تقدم أيضا من مطعم الدمشقي، وجبة إفطار لشخصين. شكرا مطعم الدمشقي، كل عام وأنت بخير حبيبي، يلا يعطيك العافية. مرحبا شباب، كل عام وأنتم بخير. من وين الشباب؟ احنا فلسطينيين. أهلا وسهلا فيك، نحن مسابقة سين جيم. حنسألك سؤال وإن شاء الله بتربح معنا قبل الإفطار، جاهز؟ جاهز. طيب، وفيه صاحبك يساعدك. الجائزة بتكون لشخصين. السؤال بيقول: ما هو الحيوان الذي ليس له رأس ولا فم ولا عيون؟ الحيوان الذي ليس له فم ولا رأس ولا عيون. ولا رأس ولا عيون. ما عندي فكرة صراحة. ما عندي فكرة بصراحة. يعني النمل لا. النمل لا. إجابة؟ يا رب احكوا، فحسأل صديقك هلا سؤال تاني وإن شاء الله يكون أسهل. يعني هلا هو صعب، ما فيني أقول لك هذا السؤال سهل. طيب، السؤال الثاني بيقول: ما هي وسيلة النقل الأكثر أمنا للركاب؟ أأمن وسيلة نقل. أأمن وسيلة نقل. هلا هي وسائل النقل معروفة: الدراجة النارية، الهوائية، السيارة، الطائرة، المراكب البحرية. أأمن شيء. وهذا السؤال هي بتنحسب يعني حسب عدد الحوادث السنوية. بس قديش عندنا حوادث سيارات؟ بس أأمن من البسكليت، أأمن من الطيارة ممكن. مو سيارة أو طيارة. كوارث الطيارات اللي بتصير فظيعة. كوارث الطيارات امتى بتصير؟ كل قد ايه؟ حسب. شو الإجابة النهائية لهذا السؤال؟ طيارة. أأمن وسيلة نقل الطائرة؟ طائرة. طيب بحادث واحد بروح 300. إيه بس يعني ما كل يوم بتوقع طيارة. إجابة صحيحة، هو علميا أقل حوادث بتصير هي بالطائرات، أقل نسبة حوادث. ألف مبروك شباب، تربحوا معنا جائزة تقدمت مطعم الدمشقي، وجبتين إفطار رمضاني. شكرا وكل عام وانتم بخير. الله وانت بخير يا رب. عرفنا عن حضرتك. ابراهيم من سوريا حمص. أهلا وسهلا فيك سيد. عراسي. نحن مسابقة سين جيم، حسألك سؤال إن شاء الله بتربح معنا، جاهز؟ الله يا رب ان شاء الله. أنا والله عم بحاول بهاي الحلقة يعني ما يكون في خسرانين، فإن شاء الله إجاباته تكون يعني مثل هيك ذكي يا رب. ما في شك. السؤال بيقول:
ما هي الثلاثة أرقام إن ضربتها أو جمعتها مع بعض تعطيك نفس النتيجة؟ إيه هن 3 أرقام إذا ضربتن أو جمعتن بيعطوك نفس النتيجة. والله أنا بظن رقم 1 و2 و3. الصفر؟ ما تسمع من حدا. والله أنا هيك بقول 1 لأنه 1 ضرب. أنت قلت 1 2 3. لا 1 ضرب 1 1. قلت 1 2 3. طيب 1 2 3 احسب لي إياها. 1 ضرب 1 1 ضرب 2 3 1 ضرب 2 3 قصدك انه 3 ضرب 3 9. ضربا بيطلع رقم نفس رقم جمع. يعني قلت 1 2 3 إجابة صحيحة ولكن حلل لي إياها. ما هو اذا 1 ضرب 1 انه نفس بضل 1 ضرب 2 2 2 ضرب 3 6 مظبوط 1 زائد 2 3 3 زائد 3 6. إجابة صحيحة. ألف مبروك تربح معنا جوتشاين تقدمة سينا لوك لحتى نشجعك تتجوز. جوتشاين بقيمة 50 يورو. احتفظ فيه ولما تقرر إن شاء الله خطبة عيد ميلاد تصوير تروح على سينا لوك. شكرا سينا لوك. هلا زميلك اللي كان عم بيساعدك غلط كيفك؟ من أختك عرفها عن حضرتك؟ اسمي حسني من حمص كمان. حسني أنت متسرع بالإجابة. زي حالك أو لا؟ والله هيك. قلت له 0. طيب صفر ضرب صفر صفر. ما هو ما بينجمع ولا بينضرب الصفر. 0 ضرب 0 يعني ما بينضرب. بضل ما هو. نفس النتيجة بيعطونا ما مشكلة. حنعطيك سؤال بتوقع يكون ملغوم. طيب السؤال بيقول كم تغطي اليابسة من سطح الأرض؟ هو سؤال صعب شوي بس عشان يصير في عندنا معلومات أكثر. كم تغطي اليابسة من سطح الأرض؟ وحاعطيك احتمالات. الخيار الأول هل 28% 29% 30%؟ 30%. متأكد؟ بتحب رقم 3 يعني؟ جواب نهائي؟ بجغرافيا صفر. 29. صرنا جوابين 30 ولا 29؟ قلت 30 ليه بتتردد؟ ليش بتسرع على طول؟ قلت 30 ليه هلا متردد؟ لانه بالجغرافيا قلت لك ضعيف. جواب النهائي؟ جواب نهائي. سامعين الأداء؟ حظنا. جواب نهائي خلاص. 30؟ ايه للأسف إجابة خطأ. شكرا لك كل عام وأنت بخير. لحقوا الأفطار. مشاهدينا الكرام لهم بنكون وصلنا لختام الحلقة. مثل ما شفتوا حاولنا نربح أكبر عدد ممكن من الناس. مرة ثانية بحب أتشكر رعاة البرنامج مطعم الدمشقي، مؤسسة الأمير الموسيقية الفلكلورية، استديو سينا لوك، وأيضا الدكتور مهند أبو نبوت صاحب عيادة الأسنان، وملحمة وسوبر ماركت الرضا. شكرا لكم على دعم المسابقة. دمتم بخير وإلى اللقاء.